أزمة وخلاف بين وزيرة الثقافة الفرنسية وبين المخرجة التي ربحت جائزة مهرجان كان السينمائي. الأزمة التي حصلت بين الوزيرة الفرنسية وزيرة الثقافة ريما عبد الملك وبين المخرجة جوستين ترييه التي ربحت جائزة مهرجان كان السينمائي هي أزمة سياسية تعود إلى التصريحات السياسية. فما أصل هذا الخلاف؟ أصل هذا الخلاف يعود إلى يوم قبل أمس. المخرجة الفرنسية جوستين ترييه ولدى استلامها للجائزة جائزة السعفة الذهبية التي تقدم من مهرجان كان السينمائي انتقدت قانون التقاعد الفرنسي الجديد. المخرجة جوستين ترييه انتقدت أيضا طريقة تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين، واصفة إياها بالقمعية على حد تعبيرها. تصريحات المخرجة الفرنسية استفزت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، حيث قالت بأن تصريحات المخرجة هي تصريحات غير مقبولة، وعبرت الوزيرة عن صدمتها إزاء ما سمعته من المخرجة، معتبرة بأن تصريحاتها غير مناسبة وغير ملائمة في محفل سينمائي دولي هام كمهرجان كان السينمائي، معتبرة أيضا بأن هذه التصريحات مكانها الأروقة السياسية وليس المهرجانات السينمائية.